هاي بعدك لحد الان قاعد عمي دقوم اللعبه راح تبدي قوم شجع باريس بيهم لويس انريكي ابنكم قلبكم الثاني ولا كان باريس اللي اخذ منك اسطورتك ميسي ونيمار بقيمته وديمبلي اخذها منك وطلعك من دور الابطال ولا كان ابد لا ما دام ضد ريال مدريد تشوفه هو الاصدق الصدوقين اوفى الاوفياء تشوفه قريب على قلبك تشجعه بحماس وبقوه ليش؟ لانه ضد ريال مدريد صقارك لانه فريق هوسك التاريخي والازلي كل لاعب طلع من برشلونه فضحكم وقال هوسهم بريال مدريد وما عندهم غير تفكيرهم بريال مدريد وملاحقه ريال مدريد ماكو شيء اسمه كرة قدم مجرد ما هوس بريال مدريد فانت راح تنسى شيء اسمه باريس تنسى الخليفي اللي اخذ عليكم خاوه وذلكم وبتشاركم لا هاي ضد الريال انت شوف باريس هسه اوفى الاوفياء لك لان ضد ريال مدريد صقارك الاول راح تقول لي ها مو انا غلبك هذا الموسم 4 مرات زين يا اللي بدا بيها وغلبك بالموسم راح 4 مرات اني لو يا هو شو نسيتها وقمت تحكي وهسه من نحكي تقول لي لك عين وتحكي لعد مو سويتها بيك انا قبلك ولك عين وتحكي مو فريقك شال 8 حال الكوستر وبعدك تحكي مو الفضايح مال الكره الارضيه كلها صارت بيك وبعدك تحكي مو صار لك 11 سنه ما شام دوري الابطال وانا اخر مره اخذته قبل اشهر وبعدك تحكي فاحنا نعرف مشكلتك ومشكله ناديك الازليه وهوسكم كله ريال مدريد فظل شجع خصومنا وراح تبقى كل عمرك تركض والعشا خباز وحلمك مو توصل لريال مدريد وامجاده لا هذا خيال حلمك تعادل حذاء توني كروس يا المطرود يا الامين الوسخ